اهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده عايزين نركز في المنيو ده قوي لانه عزيز علينا كلنا، وهو طاجن عكاوي. بس قبل ما نبدا دعمكم واشتراككم لينا عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. طيب حبايبي، زي ما قلنا احنا هنعمل النهارده طاجن عكاوي، وده حوالي كيلو عكاوي متقطع جاهز ومغسول كويس جدا. بنعمل ايه؟ احنا عشان نعمل طاجن العكاوي يبقى لازم نسلق العكاوي قبلها. بنجيب حله على البوتاجاز بننزل بيها يا اما بحته سمنه يا اما بشويه زيت زيتون. انا بفضل زيت الزيتون الصراحه. بقوم جاي منزل العكاوي في الحله اهو، وبديها تشويحه حلوه. طيب يا حبايبي، زي ما احنا شايفين شوحنا العكاوي هنا. طيب ده معايا طبق فيه طماطم متقطعه، شويه بصل، جزرايه، كرفس، وفي معلومه عايز اقول لكم عليها: يا ريت اي حاجه احنا بنسلقها نبقى نقطع معاها شويه جنزبيل. دي انا اتعلمتها من المطبخ الاسيوي، بصراحه بيخلي طعم الشوربه والحاجه اللي بتتسلق في عالم تاني خالص، وغير كده وكده صحي. بننزل بيه على العكاوي وبندي تقليبه حلوه كده اهو. بعد كده معايا طبق تاني فيه اللي هو ورق اللوري، شويه ملح وشويه حبهان وشويه فلفل اسمر، برضو بنزل بيهم اهو وبديهم تقليبه حلوه مع بعض. طيب بعد ما شوحنا العكاوي كمان مره مع الخضار وشويه التوابل ديت، ما اقولكمش بصراحه على الريحه. بقوم عامل ايه بقى؟ بقوم جاي نازل بالميه اهو، بقوم جاي موطي عليها النار. ونصيحه مني لما نعوز نسوي اللحمه حلو او العكاوي او اي حاجه بتتسلق، ما نعليش النار عليها قوي، نخليها على نار هاديه ونغطيها، وهنخليها على الاقل من ساعه لساعه ونص، وبعد كده هنرجع نبص عليها. طيب حبايبي عفوا، ودي العكاوي بعد ما قعدت بالظبط حوالي ساعه ونص معانا على البوتاجاز. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب طاسه ونحط فيها شويه زيت زيتون، وبننزل ببصلتين متقطعين وبنحمرهم في الزيت. طيب اول ما البصلايه بتبدا تحمر كده معايا، بقوم جاي نازل بشعرايه فلفل اسمر اهو، وشويه ملح. ونخلي بالنا من الملح عشان احنا حطينا ملح على العكاوي وهي بتتسلق اهو. وشويه توم، توم فريش، توم بودره اللي موجود عندنا اهو، ونديهم برضو تقليبه مع البصلايه اهو. بعد كده بقى بننزل بشويه طماطم، والارجح ان يكون طماطم فريش مش صلصه الطماطم عشان يبقى طعمها حلو اكتر في العكاوي اهو. بنديها برضو تقليبه كده مع شويه شوربه من شوربه العكاوي. شوربه العكاوي انا احبها قوي، او من احلى الشوربات بالنسبه لي اهو، بالجزر اللي فيها والكرفس. وبعدين بنقوم نازلين بالعكاوي بتاعتنا في قلب الطماطم، وبنديها غلوه على البوتاجاز قبل ما ندخلها الفرن. طيب وزي ما احنا شايفين كده، بعد ما خدت غلوه على البوتاجاز برجع احطها في الطاجن اللي انا ادخله الفرن. ده على فكره طاجن ازاز مضاد للحراره. وبعمل ايه بقى؟ بغطيها بورق زبده، وفوق ورق الزبده ورق فوليا، بحطها في الفرن على درجه حراره فوق وتحت 180 درجه لمده ساعه، وبعد كده هنوريها لكم. طيب حبايبي، وده طاجن العكاوي بتاعنا بعد ما خلص. قعد حوالي في الفرن اهوت حوالي ساعه ونص بالكتير قوي. تمام، نشوفه كده مع بعض. هو سخن مولع. بسم الله.
استوت كده اهو. مرهم. بسم الله. طعمها خطير الصراحة، رهيبة بصراحة. ممكن بقى حسب الرغبة نعمل معاه شوية رز، أو في الحر ده مثلا شوية سلطة بالعيش برضه ممكن ناكلها. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو كان عجبكم ما تنسوناش بدعمكم لينا شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله في مطبخ مني. السلام عليكم.